يو واتساب يو واتساب. ازيكم يا رجاله؟ ايه رايكم في الزاويه الجديده؟ انا غيرت الزاويه بحيث تشوفوني كلي، تشوفوا كل وشي، بس يا رب بس ما تكونش في خدي باينه، بس عشان انا حاسس ان الكاميرا نط عليا من هنا كده. هو في صح يا جماعه حاجه عايز اتكلم عليها قبل ما ابدا الفيديو بتاع النهارده، وهي ظاهره غريبه ما بتحصلش على النت غير عندي في الكومنتات. يا جدعان الكومنتات عندي غريبه فشخ. يعني انا عارف ان الكومنتات عند اليوتيوبرز التانيين بتبقى الفيديو حلو والفيديو جميل، ممكن لو هي غريبه شويه مثلا بتبقى ايه، عارفين انتوا الكومنتات بتاعت تحداني يهودي ان اجمع 100 صلاه على النبي فماذا ستفعلون يا امه محمد؟ عارفين انتوا الكومنتات دي؟ وكمان بتلاقي كمان مكتوبه ايه في عند الاغاني، تلاقي لك جاي لك عند اغنيه وكتب لك وستظل القران افضل. ما احنا عارفين يا اسطى ان القران افضل، ليه جاي تكتب ده عند اغنيه؟ المهم الكومنتات عندي الفتره الاخيره حاسسها بقت شهوانيه بطريقه غريبه، وبحس كده ان انا ايه، ان انا مش مستريح وانا بقراها، بحس كده بعدم اريحيه، اللي هو انا بحس ان انا بقعد هوا. انتوا بتحسسوني بكده. تعالوا ناخد نظره في الكومنتات عندي عامله ازاي. اخر فيديو منزله بصوا الكومنتات، مش قادر هجيبهم على الشاطر اهو. ده كومنت طبيعي، ده الافريج كومنت عند الشاطر. انا عايز اعرف الانس الحفاوي 3395 انت ازاي مش ازاي يا اسطى؟ يعني انا عملت ايه عشان تحس بالاحساس ده؟ ها ينفع تجاوبوني؟ اهو ده كومنت من الكومنتات، وده تلاقيه بقى بيتكتب ايه بتاع 10 مرات على كل فيديو كده، لازم كده كل فيديو كومنت واحد. خلاص واحد بيدج مش قادر، واحد بيتفرج على فيديوهاتي كده. الكومنت التاني والمشهور برضو فشخ، اللي هم انتوا عايزين اونلي فانز لنورا الشطوره. نورا الشطوره لازم تعمل فقط للجمهور. طب في ايه يا جدعان؟ خلاص مش كده يا جدعان، يا جدعان دي شخصيه خياليه. انتوا متوقعين متخيلين ده ولا انتوا ايه؟ انا شايف ان في ناس حرفيا تخيلت حياتها الزوجيه معاها وايه. تخوفوني ليه؟ طيب واحد كاتب لي اسف بس رجعت داي زيرو. انا فهمكم معنى الكومنت ده. هو رجع داي زيرو ازاي؟ هو كان عامل تحدي انه يبطل يمستربيت. المهم انه اول لما شافني رجع الداي زيرو. انا بوظت عليه التحدي، يعني هو شافني راح، فاهمين؟ مش عارف اشرح الصراحه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني انتوا جاي بتشككوا الواحد، بتخلوه هتخلوني اعمل انا اللي اعمل بقى فقط للجمهور بقى. يلا بقى هي الموضوع هيكسب، وجرتونه البيت دلوقتي ب 150 جنيه. ما تخلوش الواحد ياخد افكار مجنونه. وطبعا انا عندي استعداد اكمل اكتر، بس لو كملت اكتر الفيديو مش هينزل على اليوتيوب، الفيديو هينزل على الموقع من المواقع التانية. فيعني بجد يا جماعه انا اطالب بانكم تهدوا شهوانيه شويه لو سمحتوا. عايز احس بالامان من تاني، ارجوكم. يلا وقف الالعاب السريه دلوقتي. المهم يا جماعه فكره فيديو النهارده هي ان هخش اتفرج على بلايند ديت شو. عارف ان انا متاخر قوي على الحفله، اي ام ليت تو ذا بارتي. ناس كتير قوي اتكلمت عن الحوار ده، بس انا قلت برضو ان انا لازم احط بصمتي ولازم اخش اشوف ايه الموضوع ده. انا عمري ما خدت قاعده كده مع نفسي وحاولت افهمه، فانا النهارده هخش افهمه معاكم. ده ذا بلايند ديت شو، ودول اتنين ما يعرفوش بعض وبينهم الحيطه دي. اتنين هيفشخوا بعض، اتنين هيمسحوا بكرامات بعضهم الارض، حاجه كده. لانه تقريبا بلايند شو كل شويه عندهم في الاخر كده بيفضلوا يتعاركوا ولا ما اعرفش. انت اتجوزت قبل كده؟ لا اتخطبت مرتين. انت اتجوزت؟ انا اتجوزت كذا مره، اتجوزت وانا دي هاديه غالب، دي اللي انا اعرفه عنها ان هي مشهوره بتاعت مايوهات، بتبيع مايوهات. والتاني ده ما اعرفش ده مين والله العظيم، ولا اعرف. ده كريتوس مش فاهم. هما بيجيبوا ناس انا ما اعرفهاش، بس كلهم كده من نفس المجتمع، كلهم بيفطروا زي نفس الفطار. ما اعرفش الطبقيه يا جماعه عملت مشاكل كبيره في البلد دي. 25 سنه، وبعدين اتجوزت وانا كبير شويه. اتجوزت مرتين؟ 3. مالها متفاجئه ليه؟ الراجل محترم اتجوز، مالها كده متفاجئه ليه؟ ما راحش يبيع مايوهات يعني. اول حاجه لازم تفهمي ان الواحد وهو صغير بيتعلم حاجات كتير، عمال بتحصل لك، فلازم تعمل غلطات. وفي الثلاثه انا كنتش عايز اتجوز اصلا. وايه اللي خلاك تتجوز؟ كانت مناسبه جدا وكانت بتقدم حاجات انت اتجوزت في امريكا؟ انا اتجوزت في امريكا، واحده امريكيه روسيه، واحده امريكيه لاتينو. تخيل امريكيه لاتينيه وامريكيه روسيه وكفايه اللاتينيه دي، وبعد كده يرسى على واحده مصريه. بجد يعني الدنيا دي صعبه. طبعا مع احترامي للبنات المصريين على فوق راسي، بس انا بتكلم على هاديه غالب دي. ما اعرفش انا ايه الكره الغير مبرر ده، بس مش حاسسها كده، مش عارف. حاسس كده من الكهرباء قوي يعني. بحط بقى الكونكلوجن بتاعتي، شخص شكله ناجح اتجوز كتير، فده معناها ان هو عينيه زايغه او طفس. ماشي انت طفس يا جماعه اتجوز عادي، ايه التفاصيل في كده؟ انا عامه انا واحد من الناس هتجوز الاربعه بتوعي كله، اقفلهم الدست اقفلها. مين فينا مش هيعمل كده؟ لايك لو هتعمل كده. انا ما اعرفش اصلا مين بيحبني ليا ومين بيحبني عشان طمعان. انت عارف ان انا ما عنديش اصحاب. طمعان ايه؟ مش هي بتبيع مايوهات؟ هنطمع ليه في المايوهات؟ ثانيه كده عشان انا بجد حاسس انها مش بتبيع مايوهات، ممكن تطلع قريبه نجيب ساويرس ولا حاجه. هاديه غالب اهو، حتى بص السيرش هاديه غالب مايو بتبيع مايوهات. ليه هنطمع في مايوهات؟ هاديه غالب بتبيع ايه؟ مليونيريه واصغر سيده اعمال في مصر بتبيع المايو ب 20,000. ليه؟
مايوب 20000 ليه يا جدعان؟ مايوب 20000 ليه يا جدعان؟ بتديك معاها واحده لاتينيه ولا ايه؟ ما بتبيع مايوهات الصور اللي انت منزلاها دي يا هاديه، معلش بس الصراحه يعني انا اسف والله، بس ذنوب على الفاضي. صراحه مناظر مش مريحه للعين يعني. انا مش عارف ليه الصراحه بهيت عليها بس. مش قادر خالص تقريبا. بس انت بتقولي يعني مش بتبقي عارفه مين الناس طمعانه فيكي ومين لا، ما ده بيجي من الخبره لما تكبري. لا برضو الواحد برضو بيقع. المهم نرجع للي كنا فيه، مطاعم، كارجو، عربيات. لا بالراحه بس. هو بس ثانيه واحده بقى، مش الكارجو ده ماركه بنطلون؟ والله ما فاهم حاجه يا جدعان. هو انا فين؟ طب في حاجه تانية؟ يعني في حاجات كده، في يخوت يعني تجاره اليخوت. بقول لك ايه، شيل البتاعه دي، انا عايزه افهم مين الشخص ده. حاسسها كده جولد ديجر الصراحه، حاسسها كده جولد ديجر قوي الصراحه. حاسسها كده ايه، اول ما سمعت ان هو بتاع يخوت اتجننت. ايه اكلتي المفضله ايه؟ جمبري. لا. بقى نيجي بقى ايه عند ايه النظافه كلها. بشوفهم بشم كده ريحه بادي سبلاش بطعم الفراوله. ايه الجرين فلاجز اللي شايفاها في نفسك؟ بص، اول حاجه انا جدعه قوي، يعني اللي معايا يقدر يعتمد عليا، بس في نفس الوقت رجعنا بقى بتاعت المايوهات وكريتوس. ماي فيمينين سايد موجوده. برافو عليك. اكشلي انا عايزه اصلا، لان انا في شغلي باص قوي، نفسي في بيرسونال لايف ارتاح كده، نفسي في حد يشيل بقى. يخرب بيت المرأة القيادية البص، يخرب بيت القوة. معنى كده انت عايزة تبطلي شغل، عايزة تريحي؟ لا اصلا الشخص اللي هيحبني عشان شخصيتي وانا بشتغل. لو بطلت شغل هيبطل يحبني. انت ممكن تكملي شغلك عادي جدا عشان بتحبي شغلك، بس ده ملوش علاقة بانه يحبك ولا لا. يا سيدي لا، خدني على قد عقلي. حاضر ماشي، خد ورده اهو عشان خدتني على قد عقلي. خليني انا على طول صح، انا ما بحبش ابقى غلط ابدا، انا فيري كومبيتيتيف. ماشي يا قمر، انت صح. وانت ما شفتنيش لسه، امال لو تشوفني بقى وتعرف ان انا قمر بجد. انت قمر فعلا. خلاص ما خلاص قمر ايه، بس ما تخليناش مش عايزين نقول كلام اليوتيوب يمسح الفيديو. خلينا نكمل. عايز اقول لك ان انا مش انسان سطحي اصلا خالص. لا الشكل بيفرق، حاجه اكسترا كده. ما عنديش مانع تمام. أيوة بس بقى. الشكل برضو بيفرق، لازم يكون فيه. انت قمر، انت ما تعرفنيش. المهم ان انت قمر، ده اللي فهمناه يعني. وقال يعني مش عايز يصدع نفسه خلاص. انت قمر يلا خلصينا صراحه. انسب رد الصراحه. بما ان انت اندبندنت قوي بقى وكل حاجه، بتحبي تقعدي بقى لوحدك في اوضه؟ يا عم بقول لك بحب اللفلفه. طب كويس. الحلال. كويس كده شطوره، حلو ده. حد يعمل لي كده بعد يوم طويل، معلش يا هدي. يعني احسه بجد يا جدعان بيبي ست، ما اعرفش اسمها ايه، بس اللي هو كأنه مقعد بنت اخته معاه كده، بياخدها عند لحد عقلها. ممكن طويل ومشاكل في الشغل. صح، ما هو قاعد فاضي مستنيكي تيجي من الشغل عشان يدلك لك رجليكي. لا ناقص. انت عايزه كل حاجه، انت عايزه الاثنين. لا هو انت عايزه، بصي بقى كفايه كلام. ايوه كده قوم بس ارمي عليها السور اللي ما بينكم ده وانزل فيها ملوكميات وخلصت جدا، وبيعمل لك وبيسوي لك، وغني وناجح وعنده الوقت وعنده وبيديكي، وفي نفس الوقت انت هتديله بس اللي انت عايزه تديه. هتديله مايو، هي اللي هتديهوله دي بعد ما تدي نفسك الاول وتيك كير اوف اول يور ثينجز، والبلد اللي انت عايز تعيشي فيها وفلوس انت بتعمليها والكلام ده كله، وفي الاخر ما هتجيبي ده ولا هتجيبي ده. يمكن صح. لو حبيت حد اكمبرومايز عشانه. ايوه يعني ايه؟ مش فاهم حاجه. ثانيه واحده، ايه كومبرومايز عشانه؟ من عيوب البتاع ده انك عشان قبل ما تتفرج عليه لازم تاخد كورس انجليزي. كومبرومايز يعني ايه بقى؟ لازم اساوم معاه، لازم احل اوسط، لازم اتساوى معاه. امال ليه مجعلصين الحوار ليه كده؟ مش فاهم يا جدعان. انتوا الزوج والزوجه ما بينهم موده ورحمه وخلاص على كده وشكرا، اتعشت. ايه بقى كومبرومايز؟ وما بتعملوش، ما تلعبوش في المعتقدات الايه بس. انت عارف انا وداني كبيره قوي. اوكي، حلوين عليكي. انا بحبهم، بس انا كانوا الناس بتتريق عليا جامد قوي زمان وانا صغيره. اوكي. كانوا بيسموني الفيل، دامبو. بحب دامبو ده جدا جدا. فالمهم واحد بيقول لها عايز تسمع اخبار بكره. ما استرجل كده وسلم عليا عادي. انا مش واثق فيكي خالص. الست دي قياديه مرأة، بص على الاخر بجد. يعني ازاي يا اسطى الراجل اللي قبل على نفسه الكلام ده الصراحه بشعر صدره اللي طالع علينا ده قبل الكلام ده؟ مش انت خنت and you're saying ان انت كبرت وخلاص. انا قمت وغيرت رايي ورجعت للكونفرسيشن. رجعت ولا ما رجعتش؟ طب انت قلتي نو في الاخر، وانت كمان قلت نو في الاخر. انا قلت نو لسبب. كان المفروض انت لو واحده اصلا ما تشور تبقي فاهمه ان بني ادم قدامك طالما هو قاعد مش بيشتغلك ومش بيحور. والله العظيم اكيد. الله هيتعاركوا ولا ايه يا جماعه؟ هيقوم لبسها طبق البيتزا اللي قدامه ده ولا ايه؟ عايزين كده نشوف حاجه اكشن. طيب if you appreciate انا سبتك تتكلم. ادي اي تو ابريشيت ايه يو فاكين اسهول اديله. You fucking you are fucking you bloody. بتخون
انت خنت قبل كده ها؟ الحقيقه ان انا خنت طبعا كتير جدا جدا جدا، كواحد صغير كواحد بيتعلم خنت كتير، وبس عمري ما كذبت في الخيانه. انا عادي، في ايه يا جدعان؟ واحد خان مالها مكبره المواضيع ليه؟ احنا بني ادمين وبنغلط يعني، على الاقل مش بنبيع مايوهات يعني. هنا بقى يا جماعه ايه بيعجبني انا الكومنتات بقى بتاعت اللي مش عارف ايه، بيبقى في دكاتره نفسيين، واحده كاتبه ايه انا خنت كتير جدا. That's not something to be proud of. يا جماعه عادي يا جدعان، انا خنت كتير جدا. هو اتعلم من خطأه، فاهم؟ يتعلم من خطأه. هو قال ده بس عشان ايه؟ يقول ان هو كان عنده اخطاء. واحده كاتبه تاني am I the only one who thinks he is honest and mature? Yeah I am agree with you. انا متفق معاك الصراحه. انا فرحي السنه الجايه، وطول عمري من وانا صغيره نفسي ادخل الفرح بهليكوبتر وانا برج العذراء. ليه نصر الدسوق انت عشان تدخلي عشان تعملي فرحك وتدخلي بهليكوبتر؟ طب ايه الريد فلاجز اللي فيك انت؟ ان انا شغلي اهم حاجه في حياتي، اوكي، بس في نفس الوقت فهمت ان السعاده مش بتيجي من السكسس بتاع الشغل. ده حقيقي. حاسسها جايه تتم صفقه، مش حاسسها جايه تتعرف على حد. لا اللي هو انا يلا بقى، فاهم؟ الورقه والقلم كده. انت معاك كام في البنك؟ شغلك في الطلع ولا في النازل عشان تقعد معايا وتكلمني؟ انت بقالك قد ايه بتشتغلي؟ انا بشتغل من وانا عندي 19 سنه. نفس الشغلانه؟ يا قرده، ده انت بتحبي شغلك قوي. انا جامده قوي في شغلي. ديك امي، تخيل تبيع مايوهات وانت من 19 سنه، حوار كبير ده. والله يعني انا يعني ولا عندي سوشيال ميديا ولا يعني الكلام ده. انت ما عندكش سوشيال ميديا؟ انا واحد معتزل الناس، انا راجل كهف. لا انا عندي حاجه يعني شركات عندها سوشيال ميديا. ها؟ شركات؟ ما عنديش بيرسونال يعني، عندي لا ثانيه بس، هتعملي ايه يا مجنونه؟ اوعي تعدي. ما عندكش سوشيال ميديا وعندك شركات؟ ما الشركات عندهم سوشيال ميديا، بس انا ما عنديش يعني سوشيال ميديا شخصيه. طب اسالني بقى السؤال، معلش انت سالتني سؤال، لا نرجع بقى للسؤال. ايوه ارجع ممكن. قول. ايه بقى اهم حاجه عند الراجل لو انت يعني بقيتي معاه؟ يكون ناجح في شغله. بصوا لما قال شركات عينيها طلعت قلوب حرفيا، ما تفهمش دي جايه بجد تتعرف ولا تتم صفقه ولا جايه تفتح شراكه مع حد. ما اعرفش يعني يا جماعه، حد يديها كم، حد يخليها تستثمر في حاجه ولا تشوفوا لها حاجه في شغلها في ايه؟ روحوا جابوا لها ايلون ماسك ولا حاجه. بس ما اعرفش صراحه ايلون ماسك ما اعتقدش انه فاضي. طب والله العظيم بجد انا كنت حباك، ايه السخافه دي؟ طب انا لسه حابك، بس ممكن اشغلك ما اخرجش معاكي. انا بقول كده برضه، هي عايزه شغل، هي عايزه تدور على صفقه. هموت مش عارفه ارد. انت حلوه قوي في سي في، جامده جدا بتاعت شغل، وملتزمه جدا وجريئه وقويه وكل حاجه، بس ان ريليشن وامراه بص شيب، لو عايزه تديت حد لازم تبقى عارفه كويس انت عايزه ايه. انت عايزه حد يجي بص حركات الصف تانية اول. بصوا مفيش عيب. يفتح لك عينيكي انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه. انا ما عنديش الوقت ده. بصوا تحسوها برضه كمان مش متقبله الكلام، تحسوها كده مش طايقه النقد. هي شخصيه كده عاليه كده فوق النقد. شوف لو عايزه تديت حد لازم تبقى عارفه كويس انت عايزه ايه. انت عايزه حد يجي يفتح لك عينيكي انت ويفتح لك دماغك كمان. الناس كلها في الحياه، كلهم في الحياه. ما تسيبني خلاص كلام. يلا انت في ايه؟ هتقوم تضربني احسن. لا طبعا الصراحه المفروض يعمل كده. طبعا انت بتقولي الناس كلها. الناس كلها ايه؟ انت تعرفي على الناس كلها اصلا. الناس انت الثلاث سنين اللي انت سافرتي فيهم رايحه جايه دي، فاكره نفسك فاهمه كل حاجه. انت مغرور. دي بتطبق الشاورما ده وفي نص فتحه مناخيرها الشمال. مش عارفه انا عايز ايه. انت مش عارفه انت عايزه ايه. عارف اغبى حد اللي فاكر نفسه عارف كل حاجه. اللي مش عارف نفسه ومش عارف هو عايز ايه. معلش انا اسفه مش عارف جدا، حاجة. انا عارفه نفسي كويس جدا، وعارفه كويس جدا انا عايزه ايه من الحياه، وعارفه كويس جدا عايزه ايه من الفيوتشر بارتنر بتاعي. لما تستلاقيها هتلاقيها. وبس ايه؟ لما تستاهليها هتلاقيها. لا انا استاهلها و100% استاهلها. كنت لقيتيها النهارده. لا هو ده بيعمل فيديو عشان يجو فايرال مش اكتر. انا ما عنديش سوشيال ميديا اصلا. انت جامد. انا اصلا راجل كهف يعني من الاخر. بس الصراحه يا جماعه جلد الصراحه قصف جابها. احمد is looking for a family partner and Hadia is looking for a party partner. بس كده. Yeah, that's what I'm talking about. Yeah. هو عموما بس ده الكلام ده فعلا بجد صح. يعني انا متفق مع الكومنت ده. سؤال مهم بقى. انت بيفرق معاك الفرح جدا من قبل ما تكمل. يعني لازم نعمل فرح جدا. ما ناخدش فلوس الفرح ونسافر نعمل. لا هو اصلا يوم واحد في العمر، يعني ليه اخد فلوس واعمل حاجه تانية؟ اجيب لك مين يغني في الفرح؟ تامر حسني. هو الصراحه يا جماعه انا عندي مشكله غريبه مع يعني مثلا لو انا البنت اللي مرتبط بيها قالت لي جيب لي تامر حسني، انا احس بحاجه في الرجوله عندي، هغير منه. يعني ايه يعني تقولي لي اجيب لك تامر حسني؟ ما انا موجود اهو، اغني لك انا اغني تامر حسني، صح ولا ايه؟ انتوا ايه الرجاله فيها مشكله ولا ايه؟ شاركتي مستقبليا لو قالت لي مثلا جيب لي حماقي او حسني على بيت ابوكي، ما فيش الكلام ده. عندك انا هنا موجود، اغني لك لتامر حسني، لترافيس سكوت، لكاني ويست، هغني لك. عايز اغني لك لزياد زوزة، اغني لك لزياد زوزة. بس انا اللي موجود. بس once you in my life مفيش راجل تاني. بعد كده ممكن ابوكي بس. عايزه الفرح يبقى فين؟ على البحر كده في السخنه، ويبقى في اللذاذه طب كده. اعملي
نعم اعملي وانا هاجي يعني. يا جماعه بهزر بس ممكن نتفاهم يعني في حاجه زي كده، فاهمه؟ بجد طب يستاهلها. مش عارف الناس الصراحه البنات مقفله قوي اليومين دول، بيهزر عادي في انتوا مالكوا كده. انا على فكره انا جاهز وممكن اجي اتقدم من بكره، بس انت يعني ايه السرعه دي؟ انا بحب بجد اخد ستيب حقيقيه، مش هنقعد كده بقى مش نخرج. ستيب حقيقيه، ده كده تلصقه. البنات مرتبط بيها ومن ورا اهلها وما تتقدمش، يقولوا عليك مش راجل وعايل في كلامك وما تعرفش ايه. تروح وتقول لهم انا هتقدم وادخل البيت من بابه والكلام البتاع ده، يقولوا عليك عندك سرعه مش عارف ايه وتلصقه. طب نعمل لكم ايه بقى؟ طب هطلب منك طلب معلش. ماشي ممكن يعني. تديني بس اي حاجه من عندك؟ لا مستحيل خلاص. ليه؟ لا معلش. على فكره ده مش كويس والله من البدايه كده. ده ايه ده بقى؟ ده ايه البرنامج الانثوي الفيمينستوي اللي بيدعم المراه ده؟ بص حط لها شاورما بالصلاه على النبي وحط له شويه سلطه كانه ماشي على دايت. طب انت ما عندكيش مشكله انت تتجوزي واحد بيبدا من الصفر وما عندوش لسه شقه ما عندوش شقه، امال هنتجوز في ايه؟ انتوا حبيتوا بعض فهو لسه هيجيب شقه عادي طالما معاك بي سي جيمنج بيشغل فالورانت وفورتنايت، طبيعي قوي اي بنت المفروض ترضى على الكلام ده. لو في بنت ما رضتش على الكلام ده يبقى هي في عندها مشكله. بص انا ما عنديش مشكله في الكونسيبت ده، بس ممكن اهلي ما يوافقوش. طب لو اهلك ما وافقوش هتحاربي عشان مش عارفه. الحب يا صوبيا؟ ما بياكلش عيش. صوبيا انا واحد من الناس فاتح عرض الانستجرام بتاعه، اي واحده جاهزه تتجوزني ومعايا بي سي بيشغل فالورانت وفورتنايت ومعايا سكنات فيهم كمان، فيعني عرض مش هيتفوت. لو عايزين تحجزوا مكانكم للانستجرام بتاعه. هاي، انا معايا النهارده امير المصري في موعد غرامي. هنجرب درينكس وهنشوف ايه محتوى هذه المشروبات مع ايه ده هو ده بلايند شو؟ مش كان بيبقى فيه بتاع ده سور كده ما بينهم من زندايا دي بعض، وان شاء الله مش هيجيلنا تسمم ان شاء الله. Thank you for this date. هو ماله جنتل كده thank you for أو ماله كده مديها وضعية التون بتاع باتمان كده. ممكن او بنجر. right انا ده اول فيديو اشوفهم دي حرفيا ومش قادر. ربنا يعيني. تديله معلومات صحيه. البنجر مفيد للقلب والدوره الدمويه. معلومات صحيه، البنجر مفيد للقلب والدوره الدمويه. ترايمز نايس. ما هو كان عنده بيتلخص في كام كلمه نايس بس هو كده. البت اللي جنبه نشرة اخبار بسم الله ما شاء الله. دي حاجه سرقتي ثانيه قلبي by giving me info. انت ليه ملزق يا اسطى؟ انت بجد انت ليه بجد ايه ده؟ انا 90% عارفه انت مين بصراحه، امانه يعني من الاول خالص. 90% عرفتي منين؟ ده من صوتي يعني. من صوتك ده عندليب بقى. ايه الميكانيك اللي هم جايبينه ده؟ تفتكري ممكن ننزل تاني ولا ايه؟ هو يعني يس عيني وفتح صدره وفكر ان هي هتهرب. ما كنتش عارفه. ايه ده وحش. ازاي تعمل ايه؟ انت عارفش تطبخي بجد ولا ايه؟ انا شكيت والله. صحتش ما فيهاش. ايه دي صح. انا محتاجه اوفر طاقتي. وربنا منور الدنيا. انت ما ودرتنيش. انا هنزل عادي. والله انت والله هتنزل؟ انا بنزل مع اي حد في اي حاجه عادي. عايز اي لحمه اي حاجه بتقول طب ايه تسحبي نفسين نشايش بعد ورق العنب ده؟ على معده فاضيه كده ادوخ. طب ما فيش شيشه قرفه مستكه كده او نعناع ليمون عنب؟ ودي في داهيه. ايه اللي بيكركر ده؟ جامد. انتوا جبتوا له الشيشه بجد؟ لو زودت لنا شويه معسل. انت يا راجل انت. ايه بطعم ايه الشيشه دي؟ ده ميكس قرفه نعناع. عارف لما تخرج ديت مع مدرسه العلوم بتاعتك حاسه كده الصراحه. ايه المزيج الغريب ده؟ جدته دي ولا ايه ده؟ لو جينا في يوم مثلا اديتك كلمتين سيكبت عليكي في البيت كده وقلت لك كلمتين ضايقوكي، هتسيبيني وباتي بره في الكنبه ولا هتيجي تنام على السرير؟ بص بسم الله ما شاء الله هو فاتح في الاكل وهي يعني عامله اضراب تقريبا ما تفهمش في ايه. انت بتحبي تنامي بره ولا جوه على السرير؟ انا بحب انام جنب كلابي. بص اصل كلابي تنام انا اشوف الحته الفاضيه انام فيها بقى. مطرح ما هم نايمين انام جنبهم. يعني الكلاب هيبقى وجودهم فين في السرير؟ جنبي. وانت جنب الكلاب وانا جنبك؟ لا انت مش جنبنا، انت في البيت التاني. ما انا قلت لك كل واحد هيعيش في بيت. مش انت قلت هنتقابل يوم في الاسبوع؟ اليوم ده بقى اليوم ده معلش هبقى قعدهم في اوضه تانية. ايه رايك؟ حلو. اليوم ده بقى اللي هو اليوم الوحيد ده هننام ازاي؟ انت بره وانا جوه. انت في سريرك وانا في سريري. عايز يوصل للمهم. عايز يقول لها امتى حماده هيلتقي بالها امتى هيحصل. هي تيتا ليه مش طايقه نفسها بجد؟ عامله زي هيكتور سلامانكا فشخ. ليه الناس لما تتجوز لازم تعيش مع بعض؟ عارف الخناقات بتيجي منين؟ ان احنا في وش بعض طول الوقت، ان احنا مش بنشتاق لبعض. صح. فانا اعيش في بيتي وانت تعيش في بيتك. حلو. ونتقابل. طب في العربيه؟ لا في البيت عادي. يعني يبقى لينا بيت. انا مش هقدر اعيش مع حد تاني. مش هتقدري تعيشي مع حد تاني غيري؟ لا مش هقدر اعيش معاك اصلا. يعني دلوقتي انا مش مستحملاك اصلا من اول الديت. فمش هقعد معاك العمر كله. يعني احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب شقه عادي تبقى لينا. انت همك المصاريف. انا بحكي لك على بقول لك على السيستم. هنجيب شقه مش هنجيب شقه، هنتقابل في اوتيل ايا كان ام الجواز.
جايبينها بلا ماسكين عليها حاجه طيب ولا ايه؟ جوه صعبه انت. والله انا حاسه ان انت واحده خيبه. بس واحده عكاوي. انا حاسه ان انت خيبه. واحده عكاوي على الرايق بس ما تنسيش نفسك، انت ناسي الطبق عندك. خد يا اخويا بس كده انت هاتي الطبق اللي عندنا نشوفه بيقول ايه. بس هو ده الراجل، ده راجل ريل، راجل كده صح على المظبوط. ايه اخر حاجه بعملها قبل ما انام؟ قبل ما تنام وطول اليوم يا جماعه انا افتكرت الفيديو بتاع بلال شكوكو. قبل ما انام في حاجات لازم اعملها قبل ما انام. استنى احاول ادور عليه. بلال شكوكو. وربنا انا عندي الفرجه على بلال شكوكو ارحم من مليون مره من الفرجه على الشيء اللي اسمه بلايند ديت شو ده. كل يوم احساسات بتقول لما اصحى وده العادي، وقبل ما انام برضه وده العادي، ده انا حتى من امي وابويا بداري اصل التليفون اهو قبل ما انام بلعب فيه. وايه ده ايه ده اهو بلال شكوكو رد على السؤال. في ايه يا اسطى؟ طب لو اكتشفتي ان اللي هتتجوزيه مريض وهيموت قريب، النكد ده هتختاري يور هابينس مع اللي عاجباك؟ ايه مين جين ترافولتا اللي هم جايبينه ده؟ تفتكر البنات بيعملوا ايه في جيرلز نايت ان؟ البنات بيمسكوا كل الولاد اللي يعرفوهم نميمه، هاتك يا نميمه، تقطيع في كله. بيمارسوا الكوكو انتوا الولاد ما بتعملوش كده. احنا عندنا مش هنحكي حاجه غير لو احنا بنمارس بيمارسوا الكوكو. انا مخطوبه بقالنا سنه كده، حاجه غريبه بتحصل. كل ما نيجي ننزل يقول لي اجيب معايا ماي بيست فريند، والموضوع اتطور ان هو بطل يقول لي انا اجيبها، هو اللي بيكلمهم من نفسه يقول لها هو اللي بيجيبهم ساعات. بس وصلنا لدرجه دلوقتي ان حتى لما اجي اركب معاه في العربيه الاقيها هي مثلا بتقعد قدام وانا بقعد ورا. من غير بس ما نكمل، يعني ايه بتقعدي ورا؟ يعني ازاي؟ يعني مثلا عشان هي جت الاول، بس برضو حتى لو يعني من الاحترام ان هي تنزل. هو بيسوق ساعات بسرعه فبيقعدني ورا عشان امان اكتر، فاهمه؟ طب والسيت بيلت ايه؟ ما عندوش سيت بيلت؟ لا عنده بس انت عارفه على طول امان اكتر ورا عن قدام. لا ما اعرفش يا جماعه. انا مش فاهم انا ايه اللي بتفرج عليه ده، وربنا ما فاهم حاجه. عارفين الموضوع بيفكرني بايه؟ عارفين يا جماعه يوم العيد الصغير بتبقى ضارب رنجه. يوم العيد ده محدش فينا ما بيبقاش ضارب رنجه وفسيخ، بتبقى معبي رنجه وفسيخ. بعدها بتيجي على العصر وتنام. انت بقى وقتها نومه العصر بالذات في اليوم ده انت بتحلم احلام يا جديدين امي، تحلم احلام غريبه فشخ اليوم ده بسبب بقى الملح بقى اللي طالع او الرنجه والفسيخ. انت اصلا راسك دي بتدخلك كده بتحلم بحاجات غريبه. فانا الفيديوهات دي بتفكرني بالاحلام اللي انا بحلمها دي بجد. حاجه انا مش فاهمها، ما اعرفش ايه ده وازاي ايه ده. وبس كده يا جماعه، الصراحه ده اخري، مش هقدر اكمل اكتر من كده ان اتفرج على الشيء ده. مش عارف ممكن اعمل جزء منه تاني الصراحه، ممكن، مش عارف لو عرفت اتعافى من اللي حصل ده. وبس كده، لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب عشان عايزين نوصل ل 100,000 قريب. واعملوا لي فولو على الانستجرام، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.